انا عاجبني الاثنين بصراحه، مش هفضل واحده فيهم عن الثانيه، كل واحده فيهم رايحه في سكه مختلفه. النويز كانسليشن اللي موجوده في الانكر R50i حلوه جدا. فالريلمي تي 310 بتقدم احسن مايكات في الفئه السعريه دي، فطبعا المسميات مختلفه ولكن هي نفس الفانكشن في النهايه. الريلمي ما فيهاش وصله جوه البوكس للاسف. انا عاجبني خامات التصنيع وتجربه الانبوكسنج بتاعه الانكر، ولكن عاجبني الريلمي من حيث الشكل، شكلها احسن بكتير. فمن حيث الراحه في الودن طبعا الريلمي تكسب بلا منازع. اما بتيجي تشغل اي حاجه بتحس ان البيز مغطي على كل حاجه، فانت مش عارف تستمتع بجمال الصوت، ولكن طبعا الميكروفون بتاع الريلمي احسن بكتير. في الفيديو النهارده انا جاي اتكلم معاكم عن اجمد سماعتين في الفئه المتوسطه، الانكر R50i NC والريلمي تي 310. المقارنه دي حماسيه قوي يا جماعه، لان السماعتين دول بيجوا بسعر 1500 جنيه ومن اقوى السماعات اللي بتبيع في الفئه المتوسطه. وانا عايز اعمل لك النهارده مقارنه تفصيليه بينهم علشان تعرف ايه فيهم تشتريه وايه منهم تبعد عنه. وخليني اقول لك ان احنا هنا في فئه ال 1500 جنيه مش كل حاجه هتلاقيها في كل سماعه من دول، ولكن احنا عايزين نشوف اوفر اول انهي سماعه في دول تكسب وانهي واحده تشتريها. ولكن قبل ما نبدا خلينا ننزل نعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب في القناه عشان اي فيديو جديد اول ما ننزله يوصل لكم على طول. وكالعاده معاكم محمد ابو اليزيد، قناه ريفيو تك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. طيب تعالوا نبدأ كده مبدئيا. أول حاجة بالكلام عن المنظر بتاع العلبتين. أول حاجة الأنكر R50i NC واخدة الديزاين المات وبتتفتح من فوق كده، اللي هو نص الكيس كله بيتفتح، على العكس من الديزاين التاني بتاع الريلمي. فيها ستاند او هولدر للموبايل، واللي بصراحة عملي وبستعمله كتير جدا، ممتاز قوي بصراحة. ومدخل التايب سي من ورا، ومن قدام بيتفتح النص بتاع السماعة كله كده. وطبعا السماعتين موجودين باينين كده من الظهر، وفي LED طبعا بتعرفك الاستاتيوس بتاعة البطارية. ده كده من حيث التصميم الخارجي. من حيث تصميم السماعة الداخلي نفسه بقى، السماعة جاية طبعا اير تيبس اللي هي الجلد اللي جوه الودن ديت، والديزاين بتاعها مقسومه نصين، نص اللي بيبقى بره بيبقى لونه مات بلاك، والنص اللي جوه بيبقى جلوسي كده بيلمع، ولكن ده بيبقى النص اللي جوه الودن ما بيبقاش باين. وطبعا مكتوب اللوجو بتاع انكر من بره. ونيجي بقى للسماعه الريلمي التي 310. مبدئيا اللون ده شكله شيك جدا، اللون البنفسجي ده، وطبعا في منها لون ابيض ولون اسود. والخامات التصنيع فيها هنا تحسها اضعف سنه من اللي موجودة في الانكر، ولكن الديزاين بتاع السماعات شبه جدا الايربودز بتاعت ابل. حتى طريقة حط السماعات جوه الكيس نفس الطريقة بتاعت الايربودز بتاعت ابل بالظبط. وده منظر السماعة كلها جاية جلوسي، والسماعة كلها نفس اللون، مفيش بقى النص اللي بيلمع والنص اللي مش بيلمع زي الانكر. من تحت في طبعا مداخل الميكروفونز والكونكتور بتاع الشحن. ولو جينا كده بصينا على السماعتين هنلاحظ ان السماعة الانكر اقصر سيكا، اقصر بشويه من التي 310، ولكن هي اعرض سنه بالمقارنه مع التي 310. ده منظرهم كده. لو لاحظتوا الاير تيبس في الانكر مدوره، ولكن في الريلمي يعني بيضاويه شويه كده، بتاخد شكل الودن اكتر. وسواء الاير تيبس ديت او ديت، الاتنين بيفتوا جوه الودن بطريقه كويسه جدا. طبعا كل سماعه فيهم ليها لغه تصميم مختلفه عن التانيه. دي تشبه الايربودز برو، ودي بالديزاين اللي مختلف شويه، اللي كلها طبعا بتتفتح. ومعظم سماعات انكر على فكره بتبقى نفس الديزاين الكبير دوت. طبعا التي 310 ممكن تفتحها بايد واحده، لكن الانكر صعب قوي الموضوع ده، لازم تفتحها بايديك الاتنين. طيب زي ما شفتوا كده نظره تفصيليه عن السماعتين وشكلهم عامل ازاي. خليني اقول لك ان في تجربه الانبوكسنج بتاعه الانكر كانت عجباني اكتر، لان كان فيها الشاحن بتاع السماعه. هي واصله تايب سي صغيره، مش هتفرق لو حطيناها في البوكس بتاع الريلمي، مش تفرق 100 جنيه في السعر مثلا. خلينا اقول في تجربه الانبوكسنج والخامات بتاعه التصنيع بوجه عام، انا عاجبني خامات التصنيع وتجربه الانبوكسنج بتاعه الانكر. وده طبعا بيرفلكت على الشكل بتاع السماعات. ايه شكل انت بتحبه؟ انا بحب شكل السماعه وشكل الديزاين بتاع الريلمي، الشكل اللي شبه الايربودز. لكن خامات التصنيع بتاعه الانكر هنا تفرق كتير، عشان كده انا خامات التصنيع بتاعه الانكر عجباني اكتر. حته الستاند اللي هنا دي بتاعه الموبايل عمليه جدا، بستعملها كتير، فبصراحه انا عاجبني دي من حيث خامات التصنيع، ولكن عاجبني الريلمي من حيث الشكل، شكلها احسن بكتير. طيب من حيث الراحه في الودن بقى، ايه فيهم مريحه في الودن اكتر؟ مبدئيا الديزاين بتاع الانكر اصغر، يعني شكل السماعه اصغر مبططه كده،
والاير تيب بتاعتها مدوره فبتثبت في الودن بطريقه كويسه. على العكس من كده بقى الريلمي تصميمها يعني اطول سنه والسماعه اكبر سنه في الحجم اوفر اول، لكن الاير تيب بتاعتها مش مدوره، هي بالطول كده فبتثبت في الودن كمان احسن من الانكر. ده منظر الانكر كده في الودن وده منظر الريلمي. فانا اوفر اول اللي عجبني في الودن هي السماعه الريلمي، مفيش فيها السنه بتاعه البريشر الزياده اللي بتعملها الانكر في ودني. فمن حيث الراحه في الودن طبعا الريلمي تكسب بلا منازع. نيجي بقى لاهم حاجه انت بتشتري السماعه عشانها وهي الجزء بتاع الصوت. مبدئيا صوت السماعتين كويس قوي على الفئه السعريه بتاعتهم، ولكن الريلمي صوتها اعلى سنه من السماعه بتاعت الانكر، ولذلك ده برضه هيفرق معانا لو احنا في مكان زحمه او في مواصلات او كده، هتبقى سامع السماعه الريلمي على اعلى حاجه، لما تعليها على الاخر هتبقى سماعها اعلى من الانكر بشويه. على العكس من كده السماعه الانكر البيز فيها اعلى من اللي موجود في الريلمي، على الرغم من ان الريلمي البيز فيها عالي، كنت لسه قايل لكم في الفيديو بتاعها اللي فات ان البيز فيها عالي، لكن في الانكر البيز اعلى كمان. ولكن دي نيجاتيف بوينت في السماعه دي، لان اما بتيجي تشغل اي حاجه بتحس ان البيز مغطي على كل حاجه، فانت مش عارف تستمتع بجمال الصوت، فبتضطر انك تقلل البيز بتاع السماعه شويه من الابلكيشن بتاعها علشان تقدر تسمع التراكات بتاعتك بوضوح من غير ما البيز فيها يكون طاغي على التراك اللي انت بتسمعه. والاثنين طبعا ليهم الابلكيشن بتاعهم بتقدر تتحكم فيه من كل حاجه في السماعه، تقدر تعلي البيس تريبل، تقدر تعمل كاستمايزيشن للفيفوريت بروفايل اوديو بتاعك علشان تسمع الحاجه اما البيز عالي فيها اما التريبل عالي فيها. حته الصوت اوفر اول انا عاجبني الاثنين بصراحه، مش هفضل واحده فيهم عن الثانيه، كل واحده فيهم رايحه في سكه مختلفه، ولكن لو انا بدور على التفاصيل والمزيكا اللي ابقى سامع كل حاجه فيها من غير اي ايكولايزيشن هروح طبعا للريلمي، الصوت فيها اوضح شويه عن الانكر لان الانكر البيس فيها عالي شويه ومضايقني. نيجي بقى هنا لحاجه مهمه جدا وهي الاكتيف نويز كانسليشن. خليني اقول لك ان النويز كانسليشن في الريلمي حلو، بس خليني اقول لك ان اللو تونز السماعه بتاعه الريلمي ما بتقدرش تجيبها، يعني في الاصوات اللي هي بتبقى بيزي قوي مثلا صوت عربيه السماعه بتعزله بس مش اقوى حاجه. على العكس من كده الانكر بتعزل الاصوات بطريقه احسن، مش هقول لك بكتير، يعني مثلا هي باحسن بنسبه 10% عن الريلمي. فحته النويز كانسليشن، النويز كانسليشن اللي موجوده في الانكر R50i حلوه جدا، وفي السماعتين بوجه عام، بس احنا علشان بنقول مين فيهم احسن من التاني، لكن الاثنين مرضيين قوي بصراحه. وبما اننا بنتكلم على النويز كانسليشن فخلينا نتكلم على الترانسبيرنسي مود. الترانسبيرنسي مود ده بيخلي لك الميكروفونات بتاعه السماعات تشتغل علشان تلقط لك الصوت الخارجي وتدخله جوه ودنك علشان السماعه ما تبقاش عازلاك عن العالم، بمعنى اصح بتسمعك العالم الخارجي. للاسف السماعه بتاعه ريلمي صوت الميكروفونات بتاعتها بتدخل لك صوت الناس اللي بره، بيبقى صوت اصطناعي شويه. على العكس من كده المايكات بتاعه الانكر بتدخلك الصوت الخارجي لودنك بطريقه احسن بكتير، ما بتحسش ان الصوت اصطناعي زي ما موجود في السماعات بتاعت ريلمي. وبمناسبه الكلام عن المايكات، السماعتين حلوين لما بيكون الصوت هادي والدنيا هص على راي عبد الباسط، لكن اول ما بيبقى في زحمه حواليك او في دوشه او كده، الدوشه دي كلها لما السماعه الانكر بتيجي تعزل الاصوات الخارجيه بتروح عازله صوتك انت بالغلط، بتلاقي في حروف بتطير في الكلام، الدنيا بتخش في بعض. لكن الميكروفونز بتاعت الريلمي تي 310 يا جماعه في حته تانية مقارنه بالسعر، واحنا هنا بنتكلم على سماعتين في نفس البادجت، فالريلمي تي 310 بتقدم احسن مايكات في الفئه السعريه دي، احسن من الانكر R50i NC. بالنسبه للاضافات اللي في السماعات طبعا بيجي معاهم الابلكيشن دي، بيجي معاها الانكر بيجي معاها الابلكيشن بتاع ساوند كور، والتي 310 بيجي معاها ريلمي لينك. والابلكيشنز بتقدر تختار منهم بروفايلات صوت متظبطه جاهزه، او عندك ايكولايزيشن او ايكولايزر تقدر تعدل منه الصوت زي ما انت حابب. وكمان بتقدر تتحكم في القوه بتاعه النويز كانسليشن، عايزه قوي او عايزه ضعيف. والسماعتين بيدعموا طبعا الجيمنج مود علشان يقلل الليتنسي بتاع السماعه، عشان لو انت بتلعب جيمز تعرف تلعب بيها جيمز او تتفرج على فيلم. والسماعتين فيهم ال 3D اوديو او السراوندد ساوند، هنا اسمها سبيشال اوديو، هنا اسمها 360 اوديو او 3D اوديو، فطبعا المسميات مختلفه ولكن هي نفس الفانكشن في الآخر. طيب البطاريه في السماعتين ممتازه، بتقضي معاك اليوم، طبعا بتقعد معاك حوالي اسبوع سواء في السماعه دي او في السماعه دي، والاثنين بياخدوا تقريبا برضو نفس وقت الشحن، بنتكلم تقريبا في ساعه ونص او ساعتين، والاثنين بيتشحنوا عن طريق تايب سي. طبعا الانكر الشاحن بتاعها موجود جوه البوكس او الوصله موجوده جوه البوكس، الريلمي ما فيهاش وصله جوه البوكس للاسف. واخر حاجه السعر، طبعا السعر متغير على حسب الوقت اللي انت تتفرج فيه على
الفيديو ابقى خش سرش انت واوصل لافضل سعر. انا السعر اللي موجود فيه السماعات دي دلوقتي تقريبا بنتكلم هنا في 1300 جنيه في الانكر، والريلمي تي 310 تقريبا بنتكلم في 1500 جنيه. فطبعا الاثنين تقريبا في نفس السعر. لو انا هفضل سماعه من الاثنين انا غالبا هروح للريلمي، لان كواليتي المايكات فيها انا اهم حاجه بالنسبه لي كواليتي المايكات. ثانيا كواليتي الصوت فيها حلوه جدا، فيها تفاصيل واضحه اكتر بشويه من الانكر اللي البيس فيها عالي مغطي على الاصوات كلها، ولكن للاسف دي عيبها الخامات الضعيفه سنه مقارنه بالانكر، وكمان حته النويز كانسليشن الاقل والترانسبيرنسي مود اللي بيدخل لي الاصوات اصطناعيه. انا ممكن اتغاضى عن ده في سبيل الميكروفون وسبيل السماعه نفسها، الكواليتي بتاعت الصوت بتاعتها ممتازه جدا. على العكس من كده الانكر ممكن اروح لها لو انا واحد بيحب يسمع ميوزك او بيحب تراكات فيها البيز يبقى عالي، هيتبسط جدا بالتجربه بتاعتها. اللي هيجيبها كمان هيتبسط بالنويز كانسليشن بتاعها الممتاز، ولكن النيجاتيف بوينت اللي فيها هي حته الميكروفون اللي مش احسن حاجه. يعني دي تفضيلات شخصيه، ولكن طبعا الميكروفون بتاع الريلمي احسن بكتير. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده عن المقارنه العظيمه بين احسن سماعات في الفئه المتوسطه هم الريلمي تي 310 والانكر ار 50 اي ان سي. اللينكات بتاعتهم تحت في الديسكربشن لو انتوا حابين تجيبوا اي سماعه من دول. وكالعاده كان معاكم محمد ابو اليزيد قناه ريفيو تك. يا ريت لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.